محمد الجولاني مجهول الدين والنسب والهوية وبلد المنشأ أبدا. ليس هناك أي رواية صحيحة عن هذا الرجل من يكون. ممكن يكون ضابط مخابرات إسرائيلي، ممكن يكون ضابط مخابرات أردني، ممكن يكون ضابط مخابرات سوري. لا يعرف له أي وجود في الطفولة أو المراهقة في الأراضي السورية. أكبر ضلالية تبا لك ولأمثالك. والديكون دي عبارة عن وساخة. تبا لك يا شماسي يا سعلوك. انت فاهم؟ لا شك أنه رجل سياسي، لا شك أنه رجل سياسي باقتدار. هو رجل سياسي باقتدار. شك أنه رجل سياسي باقتدار. اقتدار. سياسي باقتدار. سياسي باقتدار. لا شك أنه رجل سياسي باقتدار. وقارئ جيد للفكر الإسلامي والتاريخ الإسلامي والحركات السياسية. هذا من لقاءاتي معه قبل التحرير استنتجت هذا. يعني هو رجل سياسي باقتدار وقارئ جيد وعنده خبرة إدارية واقتصادية لا يستهان بها ولا تأخذه العواطف والحماس بتجاوز القرارات المنطقية. لكن مثلا من الأمور التي ناقشته فيها باللقاء الأول أنه ما دمت تقتنع بهذه الفكرة لماذا لا تخطوها؟ هو يميز بين الاقتناع على مستوى الفرد والاقتناع على مستوى المجموع. فهو قائد تنظيم، وبالنهاية هناك مقاتلين في رقبته وهناك تنظيم في رقبته، وهناك يعتبر نفسه دخل خرجة خرجة دخل خرجة خرجة دخل خرج صبح وليل ليل وصبح.